حالة من الذهول والأسى تسيطر على منصات التواصل الاجتماعي والوسط الفني في المغرب عقب الكشف عن تفاصيل مؤلمة تخص إحدى أبرز الشخصيات في عالم الموضة والأزياء التقليدية. بعد أيام من الغياب والبحث المتواصل، تأكد رسمياً إنهاء مسيرة حافلة بالعطاء لواحدة من الأسماء التي لمعت في تصميم القفطان والجلبابة المغربية، مما خلف صدمة كبرى بين المتابعين والأصدقاء. وقد أعلنت شقيقة الراحلة عبر حساباتها الرسمية عن هذا المصاب الجلل برسالة مؤثرة للغاية وسط تعاز واسعة من فنانين وصناع محتوى. الراحلة نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء قاعدة جماهيرية واسعة، وارتبط اسمها بإطلالات متميزة للعديد من النجوم. الغموض بدأ يحيط بالقضية منذ أواخر شهر يونيو الجاري، حيث أطلقت العائلة نداءات بحث مكثفة قبل الوصول إلى هذه النهاية الحزينة. المعطيات المتوفرة تشير إلى العثور على الراحلة داخل السيارة الخاصة بها في منطقة المنصورية بإقليم بن سليمان. هذا الحادث استدعى استنفار كبير من السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي وتقنيي الشرطة العلمية لإجراء المعاينات الفنية اللازمة. تم نقلها مباشرة بهدف إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة بتعليمات من النيابة العامة لفك شفرات هذه الواقعة. الكل ينتظر الآن ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية والخبرة الطبية خلال الساعات القليلة القادمة. هناك تفاصيل هامة ومثيرة وعلامات استفهام واضحة تبحث عن إجابات. فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الحادثة الغامضة التي هزت الرأي العام؟ تابعوا تفاصيل التقرير القادم لمعرفة آخر المستجدات الرسمية فور صدورها. نشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.